دكتور انا شعري بيقع، ما تكتب لي الروشته بتاعتي. فاحنا اكتب روشته من الاخر. هات لي الروشته اللي من الاخر. انا دكتور مصطفى زدان. وانا دكتور محمود سعيد. احنا عايزين نقول لو انا جيت لك العياده وجاي اشتكي من شعري، انا شعري بيقع يا دكتور محمود. كلمه روشته من الاخر دي هي يعني بالنسبه لي انا شايفها الروشته اللي بتعالج اسباب المشكله. طب مش ان في روشته تمشي على كل العيانين، او ان انا ممكن اكتب لاي حد يخش لي بيشتكي من تساقط في شعره او مشكله في شعره ان انا اكتب له نفس الروشته. فبالتالي الفحص الجيد في الاول هو اللي بيخليني اعمل الروشته اللي من الاخر اللي هي تعالج الاسباب اللي عملت المشكله اصلا. حلو اللي انت قلته ده، وده المهم وده اللي بنحاول نوصله للناس، لان احنا دلوقتي بقينا في الايرا بتاعه الاونلاين، او ان هو عادي جدا ان حد يبعت لك مسج على الانستجرام بتاعك دكتور انا شعري بيقع، ما تكتب لي الروشته بتاعتي. فاحنا اكتب لي روشته من الاخر. هات لي الروشته اللي من الاخر. بس احنا عايزين نقول كلمه روشته من الاخر زي ما انت قلت فعلا، ان هي تو ذا بوينت. ايه النصايح او ايه الروشته اللي من الاخر اللي هتقولها لنا عشان الناس تلحق تظبط بشرتها وجلدها الفتره الجايه؟ لحد النهارده انا بيقابلني ناس كتير مش فاهمه حته الري ابليكيشن بتاع السان سكرين. والله العظيم لازم مفعوله بيروح بعد شويه ولازم احطه خلاص. تاني. لازم احط سان سكرين تاني. ما ينفعش اعمل اي بروسيدر غير بعد شويه من التاني. احنا في الفتره دي نستعمل السان سكرين بتاعنا، نرطب وشنا كويس قوي قوي قوي، وبعد اول اسبوع نبتدي نحط كريمات تفتيح. الدوكسجين يعني مقدمه لنا فعلا وايد رينج في كل حاجه. ميرسي جدا. نورتني في البرنامج يا باشا انت نورتك. حبيبي. استنوا روشتتكم في باقي حلقات روشته من الاخر.